السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. صباح الهنا، صباح الجمال، صباح الهنا على عيونكم. النهاردة اليوم كله شمس وجميل ودفى، ونقوم كده نعمل حاجتنا بدري. مشي ولادك على المدرسة وابدأي يومك كده، حاجة البدرية منسية زي ما بيقول. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يلا بينا نقول الأذكار بتاعتنا، وكمان نصلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سيد الخلق وشفيعي وحبيبي يا رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين سيدنا محمد، نبيا ورسولا كريما. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حبايب قلبي، اليوم النهارده شمس وجميل، يلا قومي تشجعي كده. لو هتنشري غسيل نشريه، لو عندك غسيل على الحبل زي كده ابدأي لميه، وابدأي يومك بالاستغفار والأذكار. صلي كده واستغفري ربنا واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء الله يومك كله هيبقى خير وبركة وسهل وبسيط إن شاء الله على قلبك بإذن الله. يا رب اجعل يومنا النهارده خفيف وسهل وبسيط على قلبكم، وروتيننا النهارده يعجبكم بإذن الله. هنعمل فيه أفكار بسيطة وجميلة جدا هتعجبكم إن شاء الله. روتين الست الشقيانة اللي صاحية بدري علشان خاطر تعمل حاجتها وتظبط يومها، وإن شاء الله ربنا هيوفقنا جميعا ويسترها معانا ويجازينا خير على اللي احنا بنعمله في دنيتنا. يلا بقى حبيبة قلبي ابدأي يومك. انا خلصت لميت الغسيل بتاعي ونزلت جبت شوية حاجات كده. جبت طماطم، لقيت ال3 كيلو ب10. قلت ايه ما تدمنش طبعا، وكمان جو الشتاء ما يدمنش مطره حاجه، يبقى عندك حاجتك في الفريزر جميله. قلت هصلصهم واحطهم في الفريزر. وكمان لقيت البطاطس كيلو وربع ب10، جبت بال20. وكمان لقيت البرتقان حلو كده جبت منه. وجبت 2 كابوتشا، وكمان جبت سحلب. هنعمله بقى لزوم الشتاء، هنجربه مع بعض وهنعمله وان شاء الله هيطلع تحفه وهيعجبكم ان شاء الله. بعد ما خلصت بقى حاجتي كده في البيت، طبعا انا ما لميتش الغسيل ووضبت الخضار بس، لا روقت شقتي وكنستها بالمكنسه وطبقت الغسيل اللي لميته وظبطت اليوم. هبدأ دلوقتي كده اعمل كوبايه كوفي ميكس، وهاكل هوهوزايه كده هوت علشان اكمل بقيه يوم. لحد كده لو الروتين عجبك قوليلي وصل لحد فين معاكي، واضغطيلي احلى لايك. سخنت بقى كده لبن عشان انا بحب اشرب الكوفي ميكس باللبن، ما بحبهوش بالميه. لو بقى ما فيش لبن بضطر ان انا اعمله بالميه. هشرب بقى كوبايه النسكافيه بتاعتي دي علشان اقدر اقف على رجلي واكمل بقيه يومي. يلا انتي كمان ظبطي يومك واعملي لك كوبايه نسكافيه ولا كوبايه قهوه كده تعدل مزاجك عشان تكملي يومك وانتي فايقه كده ورايقه. وزي ما بقولك حاجة البدرية منسية، اصحي بدري واعملي حاجتك، وبعد كده اقعدي تصفحي بقى على الفيسبوك براحتك واعملي كل اللي وراكي. هنعمل النهارده الحاجة اللذيذة اللي بقول لكم ان انا اعملها واول مرة اعملها معاكم في القناة. هنعمل البهارات، هنعمل البهارات ب11 تابل. 11 تابل، ال11 تابل دول عبارة عن ايه حبايب قلبي؟ عبارة عن كبابة صيني بوريها لكم كده، وكمان معايا قرنفل وفلفل اسمر حصى. هوريهولكوا دلوقتي. انا اوريكم الكبابه الصيني شكلها ايه. بصوا معايا هنا قرنفل او المسمار اللي انتوا بتقولوا عليه اهو، ومعايا كمان فلفل اسمر حصى. لازم حاجتك كلها تبقى ايه حصى علشان احنا هنحمصها على البوتاجاز. وكمان معايا روز ميري. بصوا بيبقى بالشكل ده كده. معايا روز ميري، ومعايا كمان هنا كزبره حصى، ومعايا حبهان وقرفة عيدان وجوز الطيب، زر ورد وورق لوري وزعتر. هقول لكم التوابل تاني: كزبرة حصى، حبهان، كبابة صيني، جوز الطيب، قرفة عيدان، قرنفل، فلفل اسمر، روزميري، زعتر، زر ورد، ورق لوري.
انا خدت كل التوابل دي على البوتاجاز في صينية وحمصتها كده شوية علشان خاطر تطلع الرطوبة، واول ما انا مطحنها واحطها كده ببرطمان تطلع كده الزيوت العطرية اللي فيها، وتخلي ريحة الاكل بتاعك مفحفحة كده والناس تشمها من اخر الشارع. هبدأ دلوقتي اطحنها في الخلاط. معلش المقطع اللي انا كنت بحمر فيه الحاجة على البوتاجاز تاه مني ومش تقريبا اتمسح. هبدأ دلوقتي اطحنهم كده في مطحنة الخلاط، وخلي بالك على الخلاط بتاعك علشان ما يسخنش. ممكن تطحني شوية وتريحي شوية، تطحني شوية وتريحي شوية. انا هطحنها بالشكل دوت، وبعد كده هرجع اعيد عليها تاني علشان اخليها ناعمة. هعمل معاكم علبتين كده وبعد كده هكمل الباقي مع نفسي. هتبقى بالشكل ده كده. هبدأ بقى اطحنها كويس وبعد كده هرجع اكمل الباقي. هتبقى بالشكل ده كده. هفضيها بقى في سلطانية كده، وهرجع بعدين اخد كل التوابل اللي انا طحنتها وهعيد عليها تاني في الخلاط، بس علشان خاطر اريح الخلاط بتاعي وما ما يسخنش مني او يبوظ. فانا هطحن كل الكمية وبعد كده هرجع اخدها تاني هنعمها تاني. وبكده حبايب قلبي انا خلاص خلصت كمية البهارات بتاعتي ال11 بهارات. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بصوا بقت ناعمة بالشكل ده وريحتها عايزة اقول لكم قلبة البيت كله، فما بالكم بقى لما نحطها في الاكل. عندي بقى برطمانات بتاعت مربى كده غسلتها ونشفتها كويس جدا، وهبدأ دلوقتي اعبي فيها كل كمية البهارات بتاعتي. عايزة اقول لكم البهارات دي جميلة جدا، هتقعد عندك فترة كبيرة طول ما انتي عاملاها بنفس الطريقة دي وقافلة عليها البرطمان. هتحتفظ بريحتها وهتبقى جميلة جدا وهتعجبك. ممكن كمان تعتمديها لشهر رمضان ان شاء الله، وتكون ديت من اساسيات شهر رمضان. دي بالنسبة لي أنا بعمل التوابل بتاعتي وبعمل الدقة، كل حاجة بعملها قبل رمضان علشان خاطر كل حاجة بتبقى متوفرة عندي في البيت. فانت كمان ممكن تعتمديها لشهر رمضان. بصوا حبايب قلبي انا هاخد برطمان هخليه للمشويات بالنسبة للحوم، حواوشي لحمة محمرة، والبرطمان التاني هعمله زي توابل فراخ. هزود عليه آه كركم وكاري، وان شاء الله هقلبهم على بعض وهعتمده بقى لتتبيلة شاورما، تتبيلة فراخ مشوية، اي حاجة بانيه اي حاجة. يبقى انا عندي برطمان للحوم وبرطمان للفراخ. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم والروتين النهاردة يكون عجبكم ويومنا يكون خفيف ولذيذ على قلبكم. ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك، واللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الاشتراك علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد بننزله. يلا حبايب قلبي اضغطوا لنا احلى لايك لاحلى فيديو. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.